شارع جبل عرفات مطعم من اهم المطاعم في الاردن، وعايز اقول مفيش كرسي جوه. بيعملوا ايه؟ كل اللي نفسك فيه حرفيا عندهم. بيعملوا حاجه اسمها رقاب. الرقاب دي عقبال يا رب ما كلنا ناكلها، بتبقى عباره عن رقبه الخروف محشيه رز بخلطه غريبه، الناس بتيجي تقف عليها طابور. مطعم اصول الابداع، مطعم مهم جدا، فنانين ولاعيبي الكوره وكل حد رجليه بتيجي الاردن بيجي ياكل هنا. الاسعار مناسبه. هل يا ترى بالنسبه لهم خروجه؟ طبعا. اي عشاء عمل او غداء عمل مهم بيتعمل في المكان ده. المكان ده بقاله سنين كتير جدا. وخليني اقول لحضراتكم، شارع جبل عرفات مشهور جدا بمحلات الاكل، لكن هنا حكايه غريبه. هصور لكم شكل الاكل النهارده ونشوف الناس هنا في الاردن مزاجها ايه في الاكل. خليكم معايا نشوف الرحله، يلا بينا. انا بحيي طبعا الاعلامي العالمي محمد سامي، ودي اول مره قابلته في الاردن في مطعم عريق زي مطعم الابداع واصول الابداع. ده مطعم طبعا انا بعتبره من المطاعم العالميه. انا بشتغل في شركه وطنيه، فسافرت جميع البلاد، كلت في جميع المطاعم، شفت جميع الثقافات بتاعت العالم. بس انا بحس ان في الاردن هنا مطاعم عريقه. لما اقول لك هتاكل اللي عمرك ما تاكله صدقني. لما اقول لك اصول الابداع، هو عارف يعني ايه اكل بيتعمل ازاي، عارف مزاج الاردنيين والعرب. معايا ابو عبد الله، الكلمه السحريه والمفتاح السحري لسعاده كل الناس اللي بتيجي هنا في اصول الابداع. برحب بيك يا ابو عبد الله. تسلم. ايه الحلاوه دي يا ابو عبد الله؟ محمد. ابو عبد الله انت الحلو. الله يسعدك. ايه الجمال ده؟ احنا لما نحكي مصر ام الدنيا، فعلا مصر ام الدنيا حبيبي. من الكلام، من المعامله، من كل شيء. فاحنا لازم نقدم الطبق الاردني الصح. لما نقول اصول الابداع يعني في خلطه صح، في شيء مزبوط. لما نعمل شيء باصول الابداع بكون على اصوله، سواء المنسف، سواء الارقاب، سواء الكبسه، كل الارزاز عندنا باصول الابداع غير. والغير كمان والاجمل لما يكون معنا ناس مميزين من مصر. انت جميل. يسعد الله. اهلا وسهلا. مذيع الحاره في تجربه خاصه جدا هنا في عمان. بقول لك انا جيت النهارده حرفيا حجم الناس ما شاء الله ربي يبارك، ناس سعيده، زحمه جدا، مش بجاملكم، مفيش كرسي فاضي والله. ناس واقفه بره مستنيه، والساعه هي داخله على 6. خليني اقول ابو عبد الله الراجل ده حرفيا فاهم يعني ايه السياحه، عارف يعني ايه مزاج. يعني من غير ما تطلب انت رز زياده فجاه يروح جايبهولك. انا ما بعمل لهمش دعايه وهم مش محتاجين دعايه، بس هي كلمه حق. وانا قلت لكم هنقول لكم التجربه الخاصه بكل المطاعم المهمه في المملكه الاردنيه الهاشميه. ابو عبد الله عايز اسمع منك ايه الجديد عندكم في الاكل؟ احنا الجديد زبايننا. يا رب يخليك. في الطعام يا ابو عبد الله، الطعام كل شيء جديد. احنا الخلطه تاعتنا سحريه وسريه، ما بنعطيهاش لحد، يعني بالمصري ما بنديهاش لحد. بس عندنا مثل اردني كثير حلو، بقول لاقيني ولا تغديني. فلما احنا نلاقي الناس بالابتسامه، بقول لاقيني ولا تغديني. فلما احنا نلاقي الناس بالابتسامه تلاقي الزبون كثير ارتاح. اهم من الاكل، اهم من كل شيء لما تفوته كانه داخل على بيتك، هذا مهم جدا. واحنا صراحه بنتعلم هذا الكلام من مصر. يا رب يخليك. يعني لاقيني ولا تغديني دي بتاعتكم ولا بتاعتنا؟ لاقيني ولا تغديني دي برضه اردني. نعم. هي لاقيني ولا تغديني ودي بتاعتنا يا ابو عبد الله. كمان سيبنا لكم حلاوه الاكل وخلينا احنا الامثله يا ابو عبد الله. كل احترام. مطعم اصول الابداع من افضل المطاعم موجوده بالاردن، في كل شيء بتتمناه، مناسب من افضل المزايا الموجوده. أنا مبسوط جدا اليوم، سعيد جدا جدا جدا. لقيت الأستاذ الإعلامي الكبير مذيع الحارة محمد سامي، أنا من أشد المعجبين فيه، وأنا متابع على الفيسبوك وعلى التيك توك. مذيع يوصل صوتنا سامي المشاعر، يعني مذيع قاعد في أحاسيسنا، قاعد جوا قلوبهم. كل احترام لك أستاذ محمد سامي. أهلا وسهلا فيكم في مطبخ ومطعم اصول الابداع. بتنورونا من جميع انحاء البلدان، من مصر، من السعوديه، من الكويت، من ام الدنيا بالتخصيص وبالضبط. يا اهلا وسهلا فيكم. مطعمنا برحب في جميع الدول، واهلا وسهلا فيكم. مطبخ ومطعم اصول الابداع بالتحديد، اصول ومسمى على مسمى. شباب انا يعني بفضل كل واحد اللي يجي على مطعم اصول الابداع. مطعم ما شاء الله عليه عالي ونظافه وما شاء الله اكل يعني لا يعلى عليه 100% اكل.